وهنا مصر كلها كانت بتسأل سؤال واحد: مين هو محمود العسوي؟ شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. في 24 فبراير عام 1945 كان يوم حاسم في تاريخ مصر. في اليوم ده كان بيلقي رئيس الوزراء أحمد باشا ماهر بيان أمام مجلس النواب بيعلن فيه حاجة واحدة بس: هو استعداد مصر لدخول الحرب بجانب قوات الحلفاء. القضية إن كانت في جماعات كتيرة في مصر ضد هذا المبدأ وبتقول إن إحنا لازم نقف مع المحور، مع إن نتيجة الحرب كانت محسومة تقريبا خلاص وباقي أسابيع وتنتهي الحرب. ورغم ذلك كان أحمد ماهر مؤمن بإن الوقوف مع الإنجليز هيحقق مكاسب كتيرة لمصر. في اليوم ده على وجه التحديد وقف أحمد ماهر أمام مجلس النواب يلقي خطابا مهما بيوضح فيه إيه فوائد دخول الحرب مع إنجلترا. خلص أحمد ماهر الجلسة الخاصة بمجلس النواب واتحرك عشان يتجه إلى مجلس الشيوخ. وهو رايح مجلس الشيوخ لقى شاب بيطلع عليه وبيرفع المسدس وبيطلق عليه النار، وللأسف الرصاصات كلها أصابت أحمد ماهر وسقط على الأرض ولقي حتفه. في التوقيت ده مصر كلها كانت بتسأل: مين هو القاتل؟ مين هو محمود العسوي؟ ساعات بسيطة ومصر كلها كانت بتشيع أحمد ماهر في جنازة مهيبة وضخمة. يتقدم هذه الجنازة رئيس الحكومة الجديد محمود فهمي النقراشي، اللي لم يلبث انه دخل معركة تانية مع الاخوان كانت نهايتها ايضا القتل على يد كادر من كوادر جماعة الاخوان. القتيل هو احمد باشا ماهر. احمد باشا ماهر احد الكوادر الحزبية والسياسية المهمة في القرن العشرين. احمد ماهر كان احد مؤسسي التنظيم السري لثورة 1919. أحمد ماهر هو شقيق علي باشا ماهر، والاتنين خالهم هو عبد الرحمن فهمي بيك مؤسس التنظيم السري لثورة 1919. أحمد ماهر كان صديق عمره هو محمود فهمي النقراشي، وأيضا محمود فهمي النقراشي هو أحد مؤسسي التنظيم السري لثورة 19. ارتبطوا مع بعض بصداقة كبيرة ونفذوا خلال فترة الثورة مجموعة كبيرة من العمليات وعمليات القتل. ارتبط أحمد ماهر والنقراشي بصداقة كبيرة جدا. هذه الصداقة تعمقت خلال فترة العمل السري. هما الاثنين تقريبا بدأوا مع بعض بفكرة الإيمان بالحزب الوطني القديم وزعيمه مصطفى كامل، ومن بعده محمد فريد. ومحمد فريد هو الذي أدخل فكرة الكفاح المسلح أو العمل المسلح في الحزب الوطني. ومن هنا كان النقراشي وأحمد ماهر مؤمنين بجزء من الكفاح المسلح، حتى أنهم كانوا في الوفد بيطلقوا عليهم لفظ الصقور.
أحمد ماهر والنقراشي كل واحد منهم كان دولة في التحركات والتنظيمات السرية، ولذلك أي عمل سري تم في مصر في النصف الأول من القرن العشرين لابد وأن يكون على علم به يا أحمد ماهر يا النقراشي. طبيعي مع هذا النمو الكبير لجماعة الإخوان وفترة الحرب العالمية الثانية على وجه التحديد أن يدرك أحمد ماهر والنقراشي ماذا يمثل الإخوان بالنسبة للواقع السياسي المصري. جماعة الإخوان شافت أن ضرورة إخراج أحمد ماهر من المشهد هي ضرورة ملحة، لأن أحمد ماهر حسبما ذكرت كوادر الجماعة هو اللي تسبب في سقوط حسن البنا في انتخابات القنال. قتل أحمد ماهر على يد محمود العيسوي. محمود العيسوي الذي كان معروفا في ذلك الوقت أنه ينتمي إلى الحزب الوطني، بينما هو كان كادرا من كوادر الإخوان ويحضر الاجتماع الأسبوعي لحسن البنا في المقر العام للجماعة. المعلومة دي هي اللي ذكرها الشيخ أحمد حسن الباقوري، وأيضا ذكرها عضو التنظيم السابق سيد سابق. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.